أحمد المنادي، مدير مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية لإنتاج السمع البصري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هذا اللقاء اللي كنظموه اليوم اللي هو افتتاح ديال دورة تكوينية ممتدة على مدار أسبوع كامل، يأتي في إطار الاهتمام ديال مؤسسة المعهد بالمبدعين والكتاب الذين يكتبون باللغة الأمازيغية، خاصة من جيل الشباب. كنظموا كما جرت العادة كل سنة دورة تكوينية أو دورات تكوينية نسميها عادة إقامات المبدعين، اللي كنستهدفوا فيها هذا الجيل ديال الشباب المبدع الكتاب باش كيستافدوا من تجارب ديال كتاب آخرين بلغات أخرى من خلال عملية التأطير اللي كتتم من هذه الدورات التكوينية من طرف مؤطرين لهم تجربة ولهم باع كبير وطويل في مجال إبداع اللغة اللي كيبدع بها ذاك المؤطر. في هذه السنة هذه الدورة مخصصة للكتابة القصصية. السنة ما قبل الماضية كانت دورة مخصصة للرواية، هذه السنة خصصناها للكتابة القصصية، وكنظموها بتعاون وشراكة مع مجموعة البحث في القصة بكلية الأدب بنمسيك الدار البيضاء. هذه المجموعة هذه اللي المؤطر ديالها أو الرئيس ديالها هو اللي غادي يأطر هذه الدورة التكوينية، وغادي يستافدوا منها من هذه الدورة، غادي يستافدوا منها تقريبا واحد 14 مستفيد من مختلف مناطق ديال المغرب، من الجنوب، من الصحراء، من الوسط المتوسط، الجنوب الشرقي، من الريف، من سوس إلى غير ذلك. والهدف بطبيعة الحال هو تعزيز قدرات هؤلاء المبدعين وتبادل الخبرات فيما بينهم والاستفادة من تجارب الآخرين، خاصة الذين ترسخت أسماءهم في مجال الكتابة الإبداعية. هذا من جهة، ثم من جهة أخرى كاين عندنا هدف آخر اللي كنرميو من خلاله أن هذه الأطر أو هذه الإطارات الثقافية والأدبية سواء اللي كتحتضنها الكليات أو اللي كيحتضنها المجتمع المدني اللي عنده صلة مباشرة بما هو ثقافي وأدبي، كنبغيو أن هذه الأطر هذه الإطارات حتى هي تكتشف من جهتها هذه الحساسية الأدبية والحساسية ديال الكتابة باللغة الأمازيغية في مجال الإبداع الأدبي المغربي. خصهم يعرفوا بأنه كاين عندنا واحد جيل من الكتاب المبدعين الذين يكتبون باللغة الأمازيغية، لا بد أن يتعرفوا على هذه الكتابة، على أساليب هذه الكتابة، على الأفق الذي تشتغل عليه هذه الكتابة من حيث التخيل، من حيث الجمال، من حيث الكثير من القضايا ذات الصلة بما هو أدبي أو ما هو فني بشكل عام. نهاية يعني الجوائز يعني تكون في نهار 27 في اليوم الجمعة إن شاء الله. طبعا الدورة التكوينية كتستمر لمدة ديال أسبوع، فغادي تختم يوم الجمعة إن شاء الله بواحد اللقاء اللي غادي يتم فيه تقديم واحد التقييم إلا بغينا نقولوا ديال المشاركين التجربة اللي استفدوا منها خلال هذا الأسبوع هذا. وقريبا إن شاء الله غادي يتم إصدار واحد عمل مشترك ما بين المعهد من جهة وما بين هاد مجموعة البحث في القصة. هذا العمل المشترك غادي يكون عبارة عن نصوص قصصية بالأمازيغية مترجمة إلى العربية، ونصوص أخرى بالعربية مترجمة إلى اللغة الأمازيغية، وغادي تصدر في كتاب جماعي اللي غادي يشكل بحال قلنا واحد حصيلة، واحد منتوج اللي كيعكس هاد حصيلة التجربة والتعاون ما بين مؤسسة المعهد من جهة وما بين مجموعة البحث في القصة من جهة